يا مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده معانا يعني وجبة من الدرجة الأولى اقتصادية، ولا لحمة ولا فراخ. احنا دلوقتي صايمين، نصنا صايم ونصنا فاطر، الأولاد فاطرين واحنا صمنا. فطيب أنا حابة أعمل وجبة ما يكونش فيها وقفة كتير، ونعمل يعني حاجة واحدة لينا احنا الاتنين. أعمل ايه؟ أعمل طاجنين بطاطس، طاجن واحد هيكون فيه فراخ والتاني مش هيكون فيه فراخ. ده كيلو من البطاطس متقطع حلقات بالطريقة دي، ومعايا بطاطسايتين متقطعين جوليان زي ما انتوا شايفين كده. بس كده هحط على البصل حبة ملح وحبة فلفل وحبة كمون، وهدعكهم كويس جدا جدا لغاية لما يطلع كل العصارة اللي فيه. ومش هعمل فيه اكتر من كده. بس كده بس كده. طيب وبعدين استنوا بس لما يعني ناخد نفسنا. يعني روحي حطي انت اللايك بس وانا هقول لك. وبعدين حطي اللايك واشتركي في القناه لو بنتي لسه بتشوفيني لاول مره. انا هايدي وجيه ودي قناتي. حطي اللايك واشتركي في القناه. سيبي كومنت محفز منك علشان اقدر انزل فيديوهات جديده. طب ولو حضرتك بتتفرجي من الفيسبوك هتعملي ايه؟ هتروحي تعملي فولو للصفحه على طول. هبتدي احط البهارات، وحطيت حبه توم باودر علشان انا ما كانش عندي توم يعني فريش. وهدعكهم كده لغايه لما ينزلوا كل العصاره اللي فيهم. بس كده بس كده. اسهل ما يكون. انا في اثناء ذلك حاطه الطاجنين اصلا بيسخنوا في الفرن علشان ما ياخدوش وقت في الايه، في التسخين. فانا سخنتهم هم فاضيين كده حلوين. وبعد كده هبدا ارص فيهم الحاجه. إيه، انا لازم اعمل يعني وجبه ما تكونش فيها وقفه كتير، وفي نفس الوقت احنا الاتنين ناكل. اللي فاطر ياكل واللي صايم ياكل. وجبه اقتصاديه تنفع حتى لو انت مش صايمه او مش فاطره، حابه توفري مفيش لحمه مفيش فراخ. هناكل برضو مش هنقول لا. نزلت بحبه البصل في الطاجن الصغنطوط بتاع الاطفال، وحطيت عليه كام بطاطسايه كده علشان هما يعني مش بياكلوا بطاطس كتير. المهم حطيت ما بين الطبقه والتانية حبه بصل. وبعد كده احط كمان رق من البطاطس وحدتين تلاتة كده. ما حطيتش حطيت الفرخية على طول. جبت صدر فرخة كبير. شققته كده زي ما انتم ما شايفين. وبعد كده حطيته في يعني فوق حبة البطاطس. هما مالهمش قوي يعني في البطاطس، او خفت بصراحة ان انا اهدر بطاطس وفي الاخر ما تتاكلش واحنا صايمين، فمش هينفع ناكل مطرحها. تمام تمام. هنزل عليها بحبة عصير طماطم كده وحبة زيت. اثناء ذلك خلاص كده الطاجن خلص. هدخل ده في الفرن واطلع الايه، الطاجن التاني. يلا بصي بقول لك اعملي اشتركي في القناه. يعني ما ينفعش تتفرجي على الفيديو لغايه دلوقتي وتكوني وصلت لغايه هنا ولسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس. تمام كده تمام. هجيب الطاجن التاني بقى على طول وابتدي اعمل الايه، الطاجن بتاعنا. سخن خالص جدا زي ما انتم ما شايفين. اول لما احط الزيت هيبتدي يبقبق من كتر ما هو سخن وبيغلي. هديله تلميعه كده علشان كمان البطاطس ما تلزقش فيه. هنزل عليه بحبه بصل من تحت. انا عارفه ان كتير منكم بيقول لي كده البطاطس مش هتاخد نفس طعم البصل او مش هتبقى متبله. لا بالعكس، هي اول لما الطماطم هتنزل عليها ويبتدوا يغلوا مع بعض في الفرن كله هياخد من طعم كله. بس انا بحب ارصصهم، يعني كمان بحب اطلع العصاره اللي بتبقى في البصل بالدعك الملح والفلفل الاسود يعني. تمام تمام. هبتدي اعمل كده بالظبط. وادي طبقة تانية طبعا لان احنا طبعا اتنين وكده كده الوجبة دي هتكفينا كمان يومين يعني. تمام. فعملت كل كمية البطاطس اللي انتوا شايفينها دي. ولان الطاجن بتاعي كبير فانا بحب احطه فوق بعضه كده علشان ياخد سوا كويس جدا ويطلع طري. والطواجن اكتر حاجة بتسوي الاكل زي ما انتي يعني فوق ما انتي متخيلة. تمام كده. هنزل بقى عليها بمعلقتين صلصة كده محترمين علشان تفتح معايا لون القوطة شوية، لان عصير الطماطم اللي كان معايا زي ما انتم ما شايفين القوطة ما كانتش حمرا اكتر حاجة يعني. فعشان كده حطيت معلقتين صلصة عشان تدي لون بس حلو كده ايه، زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو. يعني هو احنا عشان ما فيش لحمة ولا فراخ مش هناكل؟ لا بالعكس عادي. ده من احسن الاكلات والاكل المغذي واقتصادي وخفيف وكل الكلام الحلو ده. هنزل عليه بحبة زيت. حبة زيت. إيه، لو وصلت لغايه هنا قولي لي الزيت مش بتاع التموين يا هايدي، انا صارفه ومكلفه. مش ده مش زيت تموين. حطيت حبه زعتر. خدتي بالك انتي؟ مش زيت تموين، واخده بالك عشان تعرفي. انا اكتر حاجه بحبها بقى حبه الطماطم اللي على الوش اللي بيكونوا محروقين. انا بموت في طعم الطماطم المشويه. فانا بحط بقى بستنهز الفرصه واحط كده طماطميتين إيه علشان يحمروا وش الطاجن كده. وكمان بيبقى طعمه هايل جدا جدا جدا. بس كده. ده الطاجن. بص والله بجد 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 الطاجن اللي من غير الفراخ طلع طعمه وشكله احلى بكتير من الطاجن اللي بالفراخ.
خلاص هم اخدوا الطاجن بتاعهم، احنا بقى تعالوا نغرف حبة رز وشعرية او رغيفين عيش طازة. هتاكلي احلى اكل، حتى لو انت صايمة او مش صايمة، مفيش فراخ ولحمة، اعملي نفس النظام. بجد بجد هيطلع طعمه جميل جدا، وهناكل وهنتبسط والدنيا هتبقى تمام. بجد بصي الطاجن خلاها قد ايه مستوية وطرية جدا. كمان الطماطمية اللي على الوش دي طعمها حكاية. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.